ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الحاتي بطريقة حلوة جدا وهتعجبكم. وبجد لو جربتي الكفتة دي مش هتبطلي تعمليها. بصوا قد ايه الكفتة قوامها حلو جدا. وبجد هتعجبك جدا لو حضرتيها ومش هتاخد وقت خالص معاكي. هكتر معاكم واحد عشان تشوفوه قد ايه صباع الكفتة طالع جميل جدا. والطعم ما اقولكوش. يا ريت بقى اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يحط لايك واشتراك ويفعل الجرس. يلا بقى نقول المقادير بتاعتنا. انا عندي كيلو الا ربع لحمه مفرومه. عندي شويه خضره، بصلايه كبيره، وعندي بصل بودر، توم بودر، بابريكا، شطه، فلفل اسود، معلقه بيكنج باودر. دي كل المقادير بتاعتي، وطبعا معلقه ملح. ولو عندك اي خلطه انت حابه تضيفيها ضيفيها. اول حاجة هعملها هبدأ ان انا اجيب البصل هعصره كويس جدا. مش عايزة المية بتاعة البصل، انا عايزة التفل بس بتاع البصل. اهم حاجة نعصر البصل كده بالشكل ده كويس جدا. هصفي كل الكمية بالشكل دوت. طبعا انتي ممكن تعملي الكمية اللي انتي عايزاها، ممكن تزودي ممكن تقللي حسب رغبتك انتي. انا بوريكم دي يعني البهارات اللي هتتحط على اللحمة. بصوا انا حطيت البصل وحطيت الخلطات اللي احنا قلناها والخضرة، وعجنتهم بالشكل دوت. لازم نعجن الكفتة لغاية ما تبقى ناعمة جدا معانا والأنسجة بتاعتها تبان. فأنا حبيت إن أنا أحطها في كبة كده هوت. وإيه هحاول إن أنا أنعمها على قد ما أنا أقدر. لو انت حابة تستغني عن خطوة ان انت تضربيها في الكبة بالشكل دوت وتعجنيها، بس اعملي كده اهو، بس المهم انها تتعجن كويس جدا. إيه، انا عجنتها بقى، وبعد ما عجنتها يعني بعد ما عملناها في الكبة بالشكل دوت ضفت شوية خضرة تاني وبدأت أعجن فيها لغاية ما ايه القوام بقى حلو جدا معايا، وبقي ايه الأنسجة بتاعت اللحمة متماسكة. هسيبها تستريح نص ساعة في التلاجة وبعد كده هشكلها معاكم. انا جبت مية البصل بعد ما احنا صفيناه، طبعا احنا ما بنرموهوش. بنضيف له معلقة كاتشب او معلقة صلصة او اي حاجة انتي ممكن تكون حابة تطعمي بيها ايه البصل بتاعك. وطبعا التوابل بتاعتنا على البصل، على المية بتاعت البصل يعني. إيه، انا جبت سيخ بالشكل دوت. لو انتي ما عندكيش ممكن تجيبي خلة تعملي بيها تصبعي بيها الكفتة بالشكل دوت. بدأت أعمل يعني الحركة اللي انتوا شايفينها دي عشان تديني صباع الكفتة ليه يعني شكله يبقى حلو معايا. جبت سواق دهنته سمنة، وبعد كده هرص عليه الأسياخ بتاعة الكفتة. ببل ايدي كويس قوي بمية البصل وبصبع بيها الكفتة. لو انت حابة تجيبي الأسياخ دهيت، الأسياخ دي سعرها مش غالي لكن هي حلوة هتنفعك في يعني كذا مرة انت تعمليها. برص بالشكل دوت بعد ما بخلص الصباع الكفتة اللي انا حباه، يعني حبيت الكمية كلها لغاية ما نخلص الصاج. خدت قطعة كمان على السيخ وبدأت أصبعه. طبعا لو انت عايزة تعملي حجم الصباع أقل من كده اعمليه. بصوا أهم حاجة نعمل التموجات ديت للكفتة بتدي شكل حلو قوي معانا في الآخر. خلصت الكمية كلها بالشكل دوت وكنت مولعة الفرن على درجة حرارة عالية. وهدخله بقى لغاية ما يستوي. هو استوى معايا بالشكل دوت، وبعد كده بدأت ايه اشيله من السيخ بتاع الكفتة. بصوا قد ايه الكفتة بتاعتنا طالعة جميلة جدا. هنعملها بقى بالفحم. انا هكون حاطة فحم على النار وهحطه في طبق واحطه بقى بعد كده بعد ما اخلص كمية الكفتة كلها بعد ما انا افكها. هنحطه وهنغطيه ونسيبه بقى شوية بالفحم. بيطلع بجد طعمه تحفة. بصوا انا خلصت الكمية كلها بعد ما شلتها بالشكل دوت. كنت بقى حاطة الفحم في طبق وحطيت معلقة زيت. وهغطي بقى بورقة، يعني ورق زبدة بأي ورق عندك كده بالشكل دهوت. تغطيه كويس جدا عشان ياخد البخار بتاع الفحم، هيدي طعم حلو جدا للكفتة بالشكل دوت. وكنت حاطة صينية فوقيهم. طلعته بعد ما خلص، شلت الفحم طبعا وبدأت ايه اقدمه معاكم.
حطيت بقى كدهوّة شوية خضرة في الطبق، أنتم عارفين بقى الكفتة بتحب الخضرة كده بتبقى حلوة جدًا، فهارصه معاكم بالشكل دوّة. بجد الكفتة دي هتعجبِك جدًا لو أنتِ جربتيها، لإن طعمها بجد كان خرافة. أنا خلاص قدّمتها معاكم، يا ريت فيديو النهارده يكون عجبكم، واللي يعجبه الفيديو ما ينساش بقى يحط لايك واشتراك ويفعّل الجرس، استنوني بقى الفيديو القادم. باي باي.